ازيكم يا حبايب قلب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا بقى كده في روتين جديد ويوم جديد من ايام رمضان. الروتين النهارده كان سهل وبسيط. هنا بقى انا كنت قمت من نومي بدري، رحت المحل وكده. هنا بقى فندى قامت. طبعا ما كنتش فتحت الا اوضتي، هي بقى فتحت الشقه كلها ما شاء الله. وهي غيرت فرشه السرير، طلعت ملايه وكبرتيه جداد. وكمان غيرت الاوضه، نظفتها تنظيفه جامده. هي كانت امبارح ماسحه الشبابيك بتاعتها ومنضفاها. فعملت بقى كده فرشه السرير النهارده، وزي ما انتم شايفين ده ركن الصلاه اللي احنا عاملينه. إيه على طول بقى من يعني ايه المكنسه في الشقه على طول، فما شاء الله. الشقه على طول اول باول نضيفه. هي ندى كانت امبارح نضفت الصاله معاكم تنظيفه جامده جدا في الروتين اللي فات. للي ما شافوش احط له في صندوق الوصف او يروح على القناه، هيبقى الفيديو اللي قبل ده على طول. هي على طول بقى بتحب تظبط كده وتشغل النور وتهوي الشقه، وبعد كده بتيجي بقى اللي هي ايه تقفل وتظبط. هنا برضو الصاله دي كانت ما شاء الله امبارح شايله كل ده، مفارش وسجاد وكله. بتوريكم القطط بتاعتها. يعني القطط زي ما انتوا عارفين، اللي شاف فيديوهات قبل كده انا مربياها على السلم والسطح بره، ما بيخشوش الشقه. اللي بجد ما بحبش بقى ان يبقى شعر القطط على الفرشه وكده، ما بحبش احطها في الشقه. دي الاوضه بتاعتهم اللي تحت السلم اللي بيذاكروا فيها. هي بتوريكم ان هي كانت نظيفه ومتنضفه. هنا بقى كانوا حاطين عيش للقطط وكده، ان هم كنا في الليل ساعه السحور وانا بحط لهم اكلهم على السطح. فهي بقى ايه كانت حاطه لهم كده بالليل ساعه السحور، فمسكت بقى السلم وبتوريكم الشارع وهي مسيقه ومظبطه. جابت السلم كله ده، لقيت فيه ميه وسيقته، وبتوريكم الزينه اللي في الشارع بتاعتنا. هنا بقى القطط ايه لما تكون هي بتساق وكده بيطلعوا بقى يقعدوا على السطح، ان هم اصلا اكلهم وكل حاجه ونومهم وكل حاجه فوق في مكان كده على السطح. في يوم من الايام هبقى اوريهولكوا برضو. هنا بقى بتوريكوا برضو كده بقى لما دخلت المطبخ بعد ما خلصت ده. عايزه اقول لكم معلش ان صوتي مش مظبوط، لان انا عندي برد. وبجد انا جيت بقى في اليوم ده كنت جايه من المحل مصدعه بطريقه جامده، وكان عندي صداع نصفي ولسه باين عليا اصلا البرد. فجيت لقيتها ربنا يخليها يا رب كانت كمان هتغير فرشة الأوضة بتاعت سرايرهم. بس انا قلت لها لا كفايه عليكي كده، ان كان وراها درس. خلاص بقى كفايه عليكي كده، انا هظبط الاوضه. وانتي تروحي الدرس. قالت لي لا يا ماما، فدخلت كملت بقى الكراكيب اللي كانت على الحوض ونظفت الحمام. ربنا يخليها لي يا رب ويحميها، ادعوا لها كده. ربنا يهديها لي ويخليها يا رب وينجحها وينول لها كل اللي في بالها. بجد يعني انا كنت جايه، يعني لو قدرت اقول لكم ان انا اصلا ما كنتش قادره اطبخ. بس جيت بقى لقيتها عامله روتين ومشجعني بقى، قلت اكمل معاكم. هي بقى هنا غسلت المواعين وكده. انا جيت يعتبر بعد ما هي غسلت المواعين، وكانت بتغسل في البوتاجاز. فبدأت بقى ايه كان في اليوم ده لما ايه بقول لكم بقى في اليوم ده لما جوزي لقاني تعبانه وكده. كنتوا شايفين بجد والله برد ومناخيري بوظ الدنيا معايا خالص. مكنتش عايزه امنتج، بس هي بقى نادى قالت لي عشان خاطر ومنتج الفيديو يا ماما. قلت بقى ايه اعمله لكم بالمره. ده كده كان روتين تاسع يوم رمضان. هنزله لكم بقى، انا بمنتجه النهارده دلوقتي وهنزله بكره ان شاء الله. ف يعني هنا بقى خلاص كانت ظبطت وغسلت البوتاجاز والرخامه يعني ربنا يخليها لي يا رب ويحميها ويسترها معاها دنيا واخره، اللهم امين. هنا بقى البوتاجاز بقى يعني هو يعتبر مش متوسخ قوي قوي. بس هي ايه كل فتره بقى بنرش عليه باور كده ونعمله بالسلكه اللي هي بتاع الحله الالومنيا دي. بعد الفطار بمسحه كده بشويه خل وفوطه، فوطه نظيفه وبمسحه فمبيبقاش عليه حاجه. وانا برضو من طبعي وانا بطبخ بقعد امسح البوتاجاز كده وهو سخن وانا بطبخ. لو وقع حاجه عمل حاجه فالبوتاجاز حلو. عندي بس العين الكبيره دي عشان هي اللي بهلكها اكتر حاجه. في مرة وقع عليها حاجة والنار كانت عالية عملت بالشكل ده. حاولت معاها كتير ان انا اغير اللون ده، خلاص ما عادش عايز يتغير خالص. مع ان الاستانلس بتاع البوتاجاز ما شاء الله جميل جدا. بس هو بقى ده اللي حصل مع البوتاجاز ده. لو حد عنده فكرة للحاجة دي تروح ازاي يعرفني. عايزة اقوله كمان ان البوتاجاز ده كان بايظ. الشعل بتاعته اللي هي الغطيان اللي فوق دي كانت متاكله ومش مش حلوه يعني، وباب البوتاجاز مكان بايظ. جبت واحد قبل رمضان عمله. هنا بتحط نقطة خل وتمسح كده بمنديل، بيخلي البوتاجاز بيلمع كده معاكم ما شاء الله بجد، وما بيخليش بقى الأوساخ تمسك فيه قوي.
هنا بقى الأوضة، هنا بقى ايه، لما هنا دخلت ظبطتها عمية غسلت البوتاجاز، قالت لي لا يا ماما غير الفيش، قلت لها لا انت وراكي درس بقى، فروحي الدرس وان شاء الله بكره هنعمله. إيه مش لازم كله في يوم واحد. كنت مهلوكة تعبانة يعني، مكنتش مهلوكة شغل ولا حاجة، بس دور البرد كان عامل له صداع في دماغي، إيه مخليني مش عارفة اتحرك. هنا بقى غسلنا كده الرز، كنت هعمل فراخ مشوية. إيه جوزي لما لقاني بقى ايه تعبانة قال لي هعمل اودي الفراخ تتشوى. انا طبعا من اول رمضان عملتها في الفرن مرتين، وعملت ستريبس وكده، فقال لي بقى نغير النهارده طالما انت تعبانة نعملها مشوية. هنا بقى ايه لما فقت بقى كده شوية، دي الكراكيب اللي كانت غسلها معاكم عدتها بقى كلها، لان لقيتها ما شاء الله مصفية، فقلت اعينها بدل وانا بطبخ إيه لو في حاجة اتوسخت ولا كده وحطيتها عليها هتصفي تاني عليها. قلت لا هي كده مصفية، فخسارة بقى تعبها وكده. قلت لما اعينها بقى كده معاكم وانا واقفة. فكان الفطار ما كانش فيه اي تعب خالص، يا دوبك عملت الرز وعملت كده شوية طحينة. عايزه اقول لكم ان انا عملت فيديو الطحينه علشان اوريهولكم، وكمان فيديو الرز ده. بجد يعني انا بعد ما صورت انا جيت دلوقتي امنتج ما لقيتش الفيديوهين، مش عارفه ليه. بس بقى ايه ده، كنت هنا الرز حطيت كده، كنت عامل رز بسمتي، حطيت شويه من الزيت، ودي السمنه اللي انا عاملاها من الدهن، حطيت منها كده معلقتين صغيرين، ونزلت عليهم ببصلة صغيرة، وحطيت كمان جزر مبشور، وحطيت بقى جميع بهاراتي، حطيت مرقة وحبهان ورق لورا، حطيت بقى كل حاجة كده. بس انا بقول لكم لان المقطع ده اتقطع. وحطيت بهارات الكبسة، وحطيت كركم، وحطيت فلفل اسمر وملح. وطبعا كنت غالية المية نزلت بيها على الرز بعد ما شوحته مع الحاجات دي كلها، نزلت بمية سخنة. هنا بقى عايزه اوريكم برضو ده الليمون المعصفر اللي انا عاملاه، بجد طالع ممتاز جدا جدا. إيه انا عملته معاكم على القناه قبل كده للي محتاجه. انا باجي بقى كده قبل رمضان بعمل ليمون معصفر زيتون، إيه ليمون اخضر، إيه وعامله برضو اللي هو الزيتون الكراتاتا ده. بجد يعني عايزه اقول لكم ان الحشوه بتاعه الليمون دي تتاكل كده حاب بس. الزيتون زي ما انتوا شايفين، الليمون زي ما انتوا شايفين كده مستوي وجميل جدا جدا، كفايه اللمعه اللي فيه. انا والله لا حط له زيوت ولا حط له اي حاجه، ولا كمان حط له ميه، هو اتخلل منه فيه بالسوائل اللي نزلت من الليمون. إيه انا كنت عملته معاكم قبل كده بس كنتش وريتكم النتيجه النهائيه، فقلت بقى اوريها لكم. برضك لما افتح على الزيتون، انا كنت من اول رمضان بناكل زيتون، كنت مطلعه برطمات زي ده كده وخلص. فان شاء الله لما افتح واحد تاني هوريه لكم إيه قبل ما استخدمه. الليمون المعصفر ده بجد عايزه تاكليه حلو. هو انا مش بسلقه، المطاعم والكلام ده كله بيسلقه، انا لا مش بسلقه، انا بعمله كده. فبياخد معايا وقت، يعني انا ممكن عاملاه بقالي شهرين وفتحتش عليه. ده بقى الرز قلت اوريها لكم لان المقطع ضاع مني، وبجد كنت عامله الطحينه وطريقه عمل الطحينه وكل حاجه، وجيت فوجئت ان المقاطع مش موجوده، انا مش عارفه اتمسحت ولا ايه بالظبط. بس يلا حصل خير مش مشكله. ده الرز بقى كده البسماتي كان لونه جميل جدا ومفرول وجميل. هنا بقى خلاص كده فطرنا، الفراخ كانت جات وحطيتها، وقلت له بقى ايه جبنا ما عادش عصير بقى للامانه يعني. إيه جاب كاكولا وشيبسي كده، وعملنا قلنا بقى ايه بجد يعني عشان كنت تعبانه، قلت نعدي اليوم.